هذا الخبز حتى هو رائع، جربته قلت ما يمكنش نجربه ما نتقاسموش معكم. جا زوين بزاف رطب، تشكلوه كيف بغيتو، وكذلك تحتفظوا به في المجمد حتى الوقت اللي تبغيوه. تيبقى اكثر من شهر في المجمد. تبعوا معايا المقادير ان شاء الله حتى والطريقه حتى لاخر الفيديو باش تشوفوا طريقه التجميد، ونمشيو على بركه الله مع المقادير والطريقه. عندنا 500 غرام ديال الدقيق الابيض اي الفورس اللي تنعجنوا به العجين العادي ماشي ديال الحلويات، وعندي 65 ملل ديال زيت المائده ماشي ديال زيت الزيتون، معلقه كبيره ديال حليب بودره نيدو، معلقه صغيره معمره ديال الملح، ومعلقه صغيره عامره بخميره ديال الحلويات او البيكنج باودر. عندي 250 ملل ديال الماء الدافئ اي رابعه، انا ضفت لها 2 معالق كبار في العجين. تيبقى دائما حسب نوع ديال الدقيق. بالنسبه للطريقه بحال العجين العادي، تنضيفوا جميع المقادير، تنضيفوا الزيت وتنضيفوا الماء. انا غادي نديرها في العجانه، وممكن يدلكوها باليد بسهوله بحال اللي بغيتو. تقريبا غادي تدلك واحد 4 ديال الدقائق، خصها تدلك مزيان، 4 ديال الدقائق كافيه. هذا هو الشكل ديالها. من بعد ما دلكات مزيان غادي نخليها واحد ربع ساعه، ممكن حتى نصف ساعه ماشي مشكل الوقت. قسموه على 8 القطع وتحصلوا على خبيزات كبار، ولكن من الافضل تحصلوا على 13 الخبيزه في هذا نصف كيلو ديال الدقيق. تيجيو في القياس وتيجي الشكل ديالهم زوين. قطعته على 8 وعاود قطعت كل قطعه تنحصل على 13 القطعه. غادي نديرهم على شكل كويرات كيف العاده، غادي نغطيهم واحد 5 ديال الدقائق، لكن ماشي مشكل الوقت، ممكن تخليهم حتى 3 ديال السوايع تغطيوهم وتحطوهم في الثلاجه حتى تساليو ماشي مشكل. انا سبق ودرت بحال هاد الخطوه اللي ذكرت دابا، ماشي مشكل، غير تغطيهم بلاستيك غذائي، تخليهم حتى 3 ديال السوايع حتى تساليو شنو تديروا. عاد رجعوا وبسطوهم بحال هاد الشكل، ومباشره طيبوا، ماشي تبسطوا وتحطوا، بسطوا ومباشره طيبوا. الخبزه تطيب وانتم تتسرحوا في الاخرى، وهكذا حتى تكملوا. ما تياخذوش الوقت في الطياب، ما تياخذوش اقل من دقيقه تيطيبوا، لانهم رقاق بزاف وما تياخذوش الوقت. سرحوهم كيف بغيتو، ماشي مشكل تحصلوا على شكل دائري، لاننا تنبريسيوهم وتنطويوهم تنحصلوا في الاخير على شكل اللي بغينا، ماشي مشكل. كيف تتشوفوا ملي تنحط الخبيزه في المقله كانت سخونه على نار ما مهيلاش بزاف وما مجهداش، اقل من المتوسط. انا ما حبستش التصوير باش تشوفوا ان ما تياخذش الوقت نهائيا، اقل من دقيقه تيوجد. تنبداو نقلبوا فيه باش ما يتحمرش بزاف من شي جهه، ما خصوش يقصح معكم في المقله. ومن الافضل هاد المقلاه اللي تتكون ما تتلصقش، لان المقله العاديه ممكن طيبوا فيها لكن دغيا تيتحمر من بعد البلايص. اللهم نديروا بحال هاد المقلاه. تنستمر بحال هكذا. كيف تتشوفوا صافي راه غادي نهزها دغيا طابت. صافي هذا هو الشكل ديالها، تطوى بسهوله كيف شفتوا. وتنستمر بنفس الكيفيه حتى نكمل الخبيزات كاملين اللي عندي. نخليكم مع الصور. ماشي مشكل، حنا ما بغيناش تنفخ، حنا بغينا الخبيزه طيب وصافي، ما بغيناش تنفخ بحال الخبز العربي. هذا هو الشكل ديالهم. كيف تتشوفوا تنحصل على واحد الكميه اللي زوينه بزاف، نديروا بها ان شاء الله الشهيوه اللي بغينا، ونحتفظوا بالجزء اللي بقى في المجمد، وتتطوى معنا بسهوله. وبالنسبه للكميه اللي غادي نحتفظوا بها في المجمد او في الفريغو حتى نبغيوهم، غادي نحطوهم بهذا الشكل في البلاستيك غذائي، وغادي نديروا بلاستيك غذائي من بين كل وحده حتى نكملوا على حسب اللي بغيتو، شحال من قطعه بغيت تحتفظوا بها باش تجبدوها مباشره وتستعملوها، او تجبدوا اللي بغيتو وترجعوا الباقي للمجمد. المهم يكونوا معزولين بحال هذا الشكل. صافي بهذه الطريقه غادي نحتفظ بالكميه اللي بقات لي اخرى، وغادي نحط الكل في بلاستيك ديال التجميد، او حطوهم في ثوب كي تحتفظوا نتوما بالاشياء ديالكم في المجمد. تجبدوها ب20 دقيقه او 15 دقيقه تتكون تلقات،